السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ الاخبار؟ يا رب يكون يوم خير عليكم يا رب. النهارده النهارده معانا احداث كتير هنتكلم عليها بعد مباراه الاهلي والزمالك في نهائي كاس مصر قامت في السعوديه امبارح. فوز النادي الاهلي 2-0 بهدف امام عاشور ومحمد قفشه. وتحقيق النادي الاهلي اللقب 39 من كاس مصر. تمام، الف مبروك للنادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي. هنتكلم فنيا هنحلل ايه اللي حصل في المباراه. ده الجزء الاساسي اللي معانا في الحلقه النهارده، والجزء الثاني خاص بتصريحات ما بعد المباراه وبالاخص من كابتن رضا عبد العال، تصريحات ناريه يعني. فالحلقه مهمه جدا. تمام. اهم حاجه لو انت بتتفرج علينا على اليوتيوب خش فعل زر الجرس واشترك بالقناه عشان يوصلك كل جديد. لو انت بتتفرج علينا على الفيسبوك والتيك توك خش ودوس لايك للبيج بتاعتنا ريمونتادا. طيب بسم الله. اولا الاهلي ابتدى تشكيل زي ما كنا قايلين في الحلقات اللي فاتت، هو والزمالك قريب من التشكيلات اللي كنا قايلين عليها، مع اختلاف بسيط ان كريم نيدفيد هو اللي ابتدى مكان مروان عطية. طيب خلينا ناخد من اول ما ابتدت المباراه. الشوط الاولاني ابتدى، الشوط الاولاني كان ممل، كان شغل تكتيك. بمعنى ايه؟ فرقتين خايفين من بعض، مفيش فرقه بتهاجم فرقه، اللعب كله في نص الملعب. في نظري تشكيل الاهلي كان الغلط اللي فيه ان مروان عطيه هو اللي ما ابتداش من اول المباراه، وكان كريم النيدفيد هو اللي ابتدى مكانه. في المقابل ان برضه وجهه نظري ان كان غلط في تشكيل المباراه انه لعب برضه بخط النص مختلف على اللي كنا مكلمين عليه في الفيديوهات اللي قبل كده. لعب بعبد الله السعيد ودونجا واوباما. ما ينفعش. قلنا انت عندك فيه ادي الثلاث لعيبه دول، وعندك زيزو، وعندك مصطفى شلبي والمنسي. عندك ادي 6 لعيبه، منهم 5 لعيبه 4 لعيبه كوره. 4 لعيبه كوره بمعنى الملعب ما يسعش ال4 لعيبه كوره مع بعض خالص. وده اللي قلناه في الفيديو اللي ليله المباراه. ما ينفعش جوزيه جوزميز يلعب ب4 لعيبه كوره، مش هياخدوا مساحاتهم. زائد ان الاهلي اصلا كان مضيق المساحات. الاهلي ما هاجمش الشوط الاولاني. الفرقتين كانوا بيلعبوا في محيط نص الملعب، محدش كان بيزيد بعد نص الملعب على 18 عند الاهلي و18 عند الزمالك. بالاخص النادي الاهلي ما كانش بيزيد خالص، ما جالوش فرصه في الشوط الاولاني غير اول فرصه بتاعت عمرو السوليه، والفرصه الثانيه اللي هي مش فرصه بتاعت امام عاشور لما وقع وكان عايز ياخد ضربه جزاء فيها. تمام كده. الزمالك كان ماسك ومسيطر الشوط الاولاني بنسبه استحواذ 56%. ليه؟ عشان عنده 4 لعيبه كوره بيعرفوا يمسكوا الكوره تحت رجليهم، بيعرفوا يبصوا الكوره. زائد ان مروان عطيه عدم وجوده ساعد الزمالك انه يمسك كوره، لان مروان عطيه هو صاحب الفكر اللي بيطلع الكوره من تحت من عند ال6 باكات من الباكين اللي هو محمد عبد المنعم ورامي ربيعه، زائد الباكات اللي هو علي معلول ومحمد هاني. هو اللي بيطلع بالكوره لقدام عشان يوصلها لقدام. انت ما عندكش مروان عطيه، فكنت حاطط مين؟ كريم نيدفيد. فده ساعد اكتر ان نادي الزمالك يمسك كوره. ما انت مع الاهلي مش عارف يطلع بالكوره. الاهلي كل الكور اللي كان بيطلع بيها بالشوط الاولاني كلها كور عاليه. رامي ربيعه، محمد عبد المنعم بيطلعوا كلها كور عاليه، كلها كور طويله. كهربا ما جالوش حاجه الشوط الاولاني. حسين الشحات مع النادي الاهلي في الشوط الاولاني كان تلاقيه دايما بيضم لجوه. ليه؟ عشان الكوره مش بتوصل له، بيضم لجوه وينزل لتحت عشان يستلم الكوره. بيرسي تاو نفس الكلام. فانت هجوميا مروان عطيه كولر غلط لما ما ابتداش بمروان عطيه. ليه؟ لان هو بدايه هجماتك من تحت، هو بدايه طلوع الكوره. كريم نيدفيد ما عرفش يعملها. عمرو السوليه كان واخد زي كده زي ما احنا اتفرجنا ان هو يفضل مع عبد الله السعيد ما يسيبوش. عبد الله السعيد احنا خلصنا الاهلي الشوط الاولاني تمام، نيجي على النقيض الزمالك عبد الله السعيد الشوط الاولاني مش موجود. ليه؟ عشان عبد الله السعيد بيلعب تحت جنب دونجا 6، هو دونجا جنب بعض ومخلي اوباما قدامهم. عبد الله السعيد انت قلنا قبل كده في الفيديوهات اللي قبل كده، عبد الله السعيد قيمته تحت المهاجم على خط ال 18 مركز 10 صانع لعب. دي قيمه عبد الله السعيد. انت بتلعبه ليه تحت في مركز 6 وفي مركز 8؟ ويا ريت حتى 8، هو تحت 8 كمان. مش بتاعته الراجل، مش بتاع جري.
الراجل هيستلم الكوره يرميها ثرو باص زي اللي عملها بالظبط كده لمصطفى شلبي، اللي راح بيها واتلعبت بالعرض بس اتحسبت اوف سايد وفعلا الكوره كانت اوف سايد. هي دي ميزه عبد الله السعيد، انه ياخد الكوره في الثلث الاخير من الملعب يودي للجول. دي ميزه عبد الله السعيد طول عمره. انت ملعبه 6 جنب دونجا، الراجل فقد قيمته تماما، مش موجود الشوط الاولاني. اوباما مش بتاعته برضه، يلعب 8. تمام؟ فانت لعبت بنص الملعب ماسك كوره. اللي ساعدك على كده اولا في 4 لعيبه انت حاططهم بيمسكوا كوره، فانت طبيعي تمسك كوره عشان هم اصلا صفاتهم ان هم بيمسكوا كوره. ده رقم 1. رقم 2 ان مفيش طلوع هجمه من عند النادي الاهلي بتطلع صح، فانت ماسك كوره. لكن ماسك كوره بايه؟ ايه النتيجه؟ مفيش اي نتيجه. انت وصلت بايه؟ وصلت بكوره واحده بس بتاعت زيزو اللي شالها مصطفى شوبير في الشوط الاولاني، والكوره الثانيه كانت بتاعت مصطفى شلبي، ودي مش هقول عليها فرصه، اللي شالها مصطفى شوبير على الجنب. الكوره كانت جايه في نص الجول. بس انت ماسك كوره استحواذ 56% و44 للاهلي، بس بدون اي قيمه. عشان الاهلي برضو وحش، وعشان انت حاطط 4 لعيبه هم بيمسكوا كوره بس ما عندهمش الفراغات اللي هم يلعبوا فيها، وعبد الله سعيد تحت قوي. فده غلطه جوزيه جوميز ودي غلطه كولر. طب تعالى الشوط الثاني. الشوط الثاني ابتدى على نفس المنوال مع نهايه الشوط الاولاني، بس حصل تغييره ان زيزو اتصاب ونزل شيكابالا. تمام؟ في الدقيقه 46 بدايه الشوط الثاني. اوكي كده؟ اوكي كده. من الدقيقه 46 لحد الدقيقه 60 نزل. تغييرات الزمالك كانت ناصر ماهر مكان اوباما، والجزيري مكان المنسي. ابتدى ما ناصر ماهر نزل مكان اوباما. ناصر ماهر حركته اسرع، اتجاهاته في جري في كل مكان، يمين وشمال وفوق وتحت، وبقى بينزل يستلم الكوره من عبد الله السعيد، وبقى بيعدي وبقى بيجري اسرع، وحركته اسرع واخف من اوباما بكتير. يعني انا كنت شايف ان هو افيد بكتير ان هو يبتدي المباراه مع الزمالك اكتر بكتير من اوباما. ادى شكل. تمام. ده في الدقيقه كام؟ ده في الدقيقه 60. جت الدقيقه 74 النادي الاهلي عمل 3 تبديلات: قفشه ومروان عطيه وعمر كمال. والتلاته اللي طلعوا بيرسي تاو اللي هو مش متواجد تماما في المباراه، مختفي، وكريم نيدفيد اللي انا مش شايف انه ما كانش ينفع يلعب، وكان مروان عطيه هو المفروض يلعب. والتالت كان عمرو السوليه، لانه خلاص انهك، لان الراجل كان ماسك عبد الله السعيد طول الماتش، وبرده بيحاول على قد ما يقدر يعمل التحولات. المباراه اتفتحت، المباراه اتغيرت بالثلاث تغييرات بتوع كولر اللي عملهم دول. اولا نزل عمر كمال عبد الواحد مكان بيرسي تاو وينج. بص التفكير، احنا خلينا بس نتفق، كولر الشوط الاولاني اخطا. تمام. صلح الشوط الثاني، نزل مروان عطيه مكان كريم نيدفيد، اوكي، عشان يعرف يبتدي الهجمه، وعمل تغييره عبقريه من وجهه نظري تتفق معايا وتختلف، اللي هي ايه؟ عمر كمال عبد الواحد ينزل وينج مكان بيرسي تاو. طب ايه العبقريه في كده؟ ان ادى حريه لامام عاشور على الشمال يطلع ويزيد قدام بدون انه يرجع للنص ويدافع. يعني هنزل عمر كمال على اليمين مكان بيرسي تاو، اداله تعليمات انه لازم ينزل يقفل مع محمد هاني على مصطفى شلبي، عشان مصطفى شلبي الشوط الثاني كان عامل اداء كويس جدا وعدى من هاني في كذا فرصه. فرجع عمر كمال بما انه وينج لنص الملعب عشان يقفل على مصطفى شلبي ويعمل توازن لنص الملعب الاهلي، وفي نفس الوقت امام عاشور يزيد من الناحيه الشمال. انت واصل لك الفكر؟ واصل لك التغييره دي عملت ايه؟ وده اللي ظهر في الجونين اللي جابهم من النادي الاهلي. امام عاشور لوحده في الشمال، لوحده وما بيرجعش. انت مدرك اللي انا بقوله؟ زائد ان قفشه بتاعته انه يقف ما بين مركز 6 في الزمالك وما بين خط ال 18 يستقبل الكوره، اللي هي اصلا وظيفه عبد الله السعيد في الزمالك. هو ده اللي عمله قفشه. فتغيير كولر، الثلاث تغييرات اللي عملهم هو لبنايه اللعب بمروان عطيه، وانه يقفل على مصطفى شلبي من الناحيه اليمين، وانه يزود امام عاشور من الناحيه الشمال مع قفشه. فبقى عندك شكل للنادي الاهلي من الدقيقه 75 الاهلي مسك كوره وبقى بيروح للجون بفرصتين بجونين. وفرصه الثالثه ضاعت من عمر كمال عبد الواحد اللي هي ما جت لموديست، جت له بالعرض وموديست راح لعيبه عمر كمال عبد الواحد وراح تضيع من عمر كمال واحد
وقع فيها ما كملش الكوره. فالثلاث تغييرات دول في الدقيقه 75 قلبوا المباراه. اتجاه المباراه والشكل العام كله كان بيقول ان الزمالك ماسك كوره فقط، مفيش فرص هنا ومفيش فرص هنا. بثلاث تغييرات انت استعدت نص ملعبك، وفي نفس الوقت عملت تغيير قفلت الجنب بتاع مصطفى شلبي اللي كان عامل فيه ازعاج لمحمد هاني، وزدت من الناحيه الثانيه بامام عاشور. دي العبقريه بتاعت كله. لكن ده ما يمنعش انه غلط في الشوط الاولاني، وكان سبب ان الاهلي يوصل او يبقى منظره كده في الشوط الاولاني. طب ايه اللي غلط فيه جوميز؟ تاني، انك بتلعب بنوعيه لعيبه شبه بعضيها كتيره في الملعب. ما ينفعش. اوباما شبه عبد الله السعيد، انا ما حسيتش فرق، ما شفتش عبد الله السعيد في الماتش. تمام. زيزو هو الوحيد اللي كان بيجري في الشوط الاولاني قبل ما يتصاب ويخش وينزل ويطلع، وساب الطرف ناحيه الوينج بتاعته مركزه سابه، وبقى بينزل يضم كتير ونص ملعب عشان يستلم كرة ويحرك اللعب. ومصطفى شلبي ظهر في اخر ربع ساعه من الشوط الاولاني وفي اول ثلث ساعه ونص ساعه من الشوط الثاني. انت واصل لك؟ فنوعيه اللعيبه اللي بتلعب بيها في الفرقه شبه بعضيها. ما ينفعش تلعب قصاد الاهلي او اي فرقه محترمه، ما ينفعش تلعب بعبد الله السعيد مركز 6. ما ينفعش. انت واصل لك؟ دي كانت غلطه جوميز ودي كانت غلطه كولر، بس كولر صلح من غلطته. جوميز حاول انه يصلح بنزول ناصر ماهر، بس للاسف الوقت ما اسعفوش. ده كان الشكل العام للمباراه على مدار 90 دقيقه. والاهلي خطف جونين في اخر 3-4 دقائق. تتكلم من على ما اعتقد من الدقيقه، الجون جه في الدقيقه 87 والدقيقه 90 او 92. 3-4 دقائق جه فيهم جون. بس ده بالنسبه للتحليل خاص بالماتش. بس انا اجمالا عايز اقول حاجه. هارد لك طبعا النادي الزمالك وجمهور نادي الزمالك، والف مبروك للاهلي وجمهور النادي الاهلي. الزمالك جاي، جوزيه جوميز مدير فني عنده فكر، عنده فكر. محتاج وقت، محتاج يفهم اللعيبه، محتاج يعرف يوظف اللعيبه صح. كون ان هو يلعب بالشكل ده قصاد النادي الاهلي النهارده، الشوط الاولاني ما خليش الاهلي يوصل للجول، دي ميزه كويسه. طور بعض اللعيبه في الوقت القصير. دونجا بقى ليه شكل تاني خالص. عمر جابر ده مش مستوى عمر جابر بقى احسن. تمام. زيزو بقيت تحس ان هو من بعد بطوله افريقيا لما جه الراجل ده ابتدى يرجع لمستواه شويه. ناصر منسي ما شفتش ناصر منسي غير مع جوزيه جوميز، عشان بس نبقى فاهمين. ففي بعض اللعيبه جايه مع الراجل عنده، مش ما عندوش، بس هو قبله سوء حظ، مفيش فرص، والفرص اللي جات له ما استغلهاش. هم كانوا فرصتين يعني مش فرصه حقيقيه تقدر تتكلم عليهم. واحده ابرع فيها مصطفى شوبير وشرف الشوط الاولاني، غير كده ما كانش فيه فرص في المباراه. شيكابالا انا ما شفتوش في الماتش خالص لما نزل ما كانش ليه اي دور. الجزيري نفس الكلام. بس ده كان يمكن نهايه المباراه وتحليل المباراه والشكل الفني بتاع المباراه كان عامل ازاي. الف مبروك للنادي الاهلي، هارد لك نادي الزمالك. ده الجزء الاولاني. الجزء الثاني التصريحات المثيره لكابتن رضا عبد العال. كابتن رضا انا يعني انت فوق دماغي، وكابتن رضا معروف يعني، انا مش هتكلم عليك كلاعب كوره يعني. بس بعد اذنك كفايه تصريحات مثيره ملهاش اي 30 لازمه. بعد اذن حضرتك. ليه؟ انا هقول لكم التصريحات، بس انا مش هقف عندها كلها، انا هقف عند تصريح واحد او تصريحين. من ضمن التصريحات الجون بتاع امام عاشور تسلل. تمام. ومش عاجبه ان الفار صحح الجون، ومش عاجبه ان ما ينفعش انت في الفار. احنا شفنا الخطوط، عبد الله سعيد كعب رجله مغطي، فهو تعليقه ان الايد بتاعت امام عاشور لا معديه. يا كابتن ما ينفعش، الايد ما بتجيبش جول. مش مقتنع ان الايد ما بتجيبش جول. ازاي يعني انت يا كابتن لو جت في ايدك ودخل الجول تتحسب، اما لو جت للاهلي بقى انتوا هتتكلموا فيها. منطق غريب، منطق كلام عجيب. خد بس مش عدل امام ياخد مان اوف ذا ماتش. انا بقول لك التصريحات اللي اتكلم فيها. تمام. انت بقى عايز تتفرج على الحلقه بتاعته بخش اتفرج عليها مع كابتن محمد فاروق ومع كابتن ابو الدهب في البريم. قال لك ما ينفعش ان امام عاشور ياخد مان اوف ذا ماتش. تمام. طب ليه يفرح امام عاشور بالشكل ده بعد ما جاب الجول؟ تمام.
طيب كولر مدير فني على قده، تمام، ده كل دي تصريحاته، انا مش كلامي، تصريحاته هو. جوزيه جوميز مدير فني تعبان، تمام. الاهلي بيكسب بالعفاريت والحظ، كولر بيكسب بالعفاريت والحظ، تمام. مورينيو على نفسه، مورينيو اللي كان في استوديوهات التحليل قبل المباراه وبعد المباراه، الراجل بيتكلم بيقول ان عجبه الجون الاولاني اكتر من الجون الثاني. هو مش عاجبه التعليق بتاع مورينيو، فبقول مورينيو ده على نفسه بيفهم ايه يعني، هو كان لاعب كوره. طيب دخل في مداخله حصلت للكابتن، حكم اسمه الكابتن محمد صلاح، تمام، مداخله في قناه البريمو معاهم في الاستوديو مع كابتن رضا ومع كابتن محمد فاروق ومع كابتن ابو الدهب. فبيقول ان في ضربه جزاء للنادي الاهلي بتاعت امام عاشور في الشوط الاولاني اللي دخل فيه المسلوسي وهو وقع والحكم ما حسبهاش. بص، تتفق تختلف، الكره ضربه جزاء مش ضربه جزاء مش بتاعتي، مش ده اللي انا بتناقش فيه اصلا. كون ان هو اصلا سمع من الحكم وهو بيقول كده مش عايز يسمعه، بيقول مش عايز اسمعك، بيقول مش عايز اسمعك، والله العظيم زي ما بقول لك كده، بيقول مش عايز اسمعك. يعني ايه مش عايز اسمعك؟ هو انت يا كابتن رضا اذا الكلام مش على هواك ما تسمعوش؟ هو انت يا كابتن رضا اذا الكلام مش على هواك يبقى الناس بتطبل وان الناس بتسقف وان الناس ما عندهاش عدل والناس بتنافق؟ هو انت لازم اللي انت بتقوله ده يبقى قرآن؟ لا مش لازم على فكره انت بتقوله يبقى قرآن. ويا كابتن رضا لما تنتقد حد انتقده فنيا، انتقده كوره، ما تبطلوش كوره. انت امام عاشور انتقدته 4-5 مرات امبارح، ليه؟ انتقدته في احتفال، انتقدته في ان الجون بتاعه اوف سايد، انتقدته ليه ياخد مان اوف ذا ماتش، انتقدته قلت عليه لعيب وهمي، انتوا جمهور الاهلي عامل له فقاعه. ليه ده كله؟ ليه ده كله؟ هو انت خايف ان يتقال عليه صفقه احسن من صفقه رضا عبد العال ما جه الاهلي؟ انت ليه بتهاجم؟ ليه بتموته؟ ليه؟ وعلى فكره مش امام عاشور بس، طارق حامد برضو كان بيلعب في الزمالك قبل ما يروح السعوديه. انا مع ان انت تنتقد اللعيبه، ما انا انتقدت كولر وانتقدت جوزيه جوميز وبنتقد اللعيبه، بس ما بموتوش كوره. ليه بتموتوا كوره؟ ليه؟ انت مستفاد ايه؟ عايز توصل ايه للجمهور؟ ايه الفكره اللي انت تهاجم امام عاشور كل الهجوم ده وعلى فترات متباعده؟ يعني ده منهج، انت مش اللي هو مره وخلاص وشكرا وعدت. انت النهارده طول البرنامج الحلقه ساعتين، انت كل ربع ساعه تهاجم امام عاشور. ليه يا جماعه؟ انا دفاعي ده مش على اهلي ولا زمالك، انا دفاعي ده انت ليه بتتعامل كده يا كابتن رضا؟ انت احرف لاعب في العالم في الكوره، بس معلش عفوا انت في الاداره الفنيه مفيش. بص يا كابتن رضا، مع احترامي لحضرتك، ان الناس بتتفرج عليك وانت ترند، الناس بتتفرج عليك وترند عشان انت بتقول حاجات غريبه. انا بتفرج عليك عشان انت بتقول حاجات غريبه، مش معناه انه صح خالص، مش معناه انه صح نهائي. انت النهارده متضايق ان الاهلي كسب، ليه متضايق ان الاهلي كسب؟ طب ما الزمالك لو كسب كنت هتقول نفس الكلام؟ كنتش هتقول نفس الكلام؟ اي فرقه تكسب. المنظر العام النهارده كان حلو، المنظر العام النهارده لفرقتين كبار من مصر في كاس مصر كان كويس. ليه نسوق ونقول ده ما بيعرفش وده؟ انتقد زي ما انت عايز، انتقد فنيا، ده حقك، انت ابو المعرفه والفهم، لكن ما تموتش الناس. انا قلت اللي عندي، تمام، ودي الاحداث اللي حصلت اجمالا يعني على قد ما نقدر، حاولنا نجمع كل التفاصيل او كل الاحداث. يا رب يكون الفيديو عجبكم. لو ليك اي كومنتات او اي تعليقات يا ريت تقول لنا عليه على الفيسبوك او على التيك توك او على اليوتيوب. السلام عليكم.